السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله معادنا النهاردة مع كبسولة جديدة من كبسولات الجودة. النهاردة هتكلم على حاجة اتسألت عليها كتير، اللي هي التريننج، الليرنينج. أنا واحد عايز أتعلم بس مش عارف أتعلم إيه. يا ترى المفروض أتعلم حاجة معينة؟ أنا بخش على لينكد إن وبلاقي كل يوم الناس عمالة تنزل شهادات وعمالة تنزل كورسات وعمالة تعمل أتشيفمنتس كتيرة جدا جدا جدا، إنجازات. وأنا واقف مكاني، أنا مش عارف أتعلم خالص. خليني اقول لك الاول، انت محتاج تعرف انت ايه هو اسلوب التعلم اللي انت بتتعلمه، او انت ايه اكتر حاجه نفسك بتميل ليها وقت ما تيجي تتعلم. في ستايل او في ستايلز، مجموعه من الستايل اسمها فارك. فارك دي مجموعه من الكلمات، 4 كلمات بالاخص. اول كلمه فيها الفيجوال، اللي هو بتحب تتفرج. في ناس بتتعلم من الصور، في ناس بتتعلم من فيديو مثلا، تشوف حاجه قصادها مصوره. فده اول اسلوب. في اسلوب تاني اللي هو حرف الايه، الاوديو. الناس اللي بتحب تسمع ساعات كده يقول لك انا هعمل كتاب، هسجله صوت وهقعد اسمعه، فده بناء عليه هسمع. زي كده الناس مثلا بتحب تسمع القران، على طول تلاقي ان هي بتسمعه، بعد شويه تلاقي تحفظه او تتعلم فيه معاني اكتر. او اللي بيشغل الراديو جنبه عشان يسمع اي اذاعه من الاذاعات اللي بيحبها. في اللي بعده اللي هو الار، الريد. الناس بقى اللي بتحب تقرا، واحد يقول لك انا ما بحبش اقرا ابدا من الموبايل، انا احب اطلع الكتاب واقراه زي الكتب دي كده، يجي يقراها. انا بحب اقرا من الكتب. ده يخليك تتعلم اكتر. ما تحكيليش انا عايز اقرا بايه، الحاجات دي بيكون فيها تفاصيل. زي كده بالظبط يقول لك لما تيجي فيلم معمول عن روايه او عن كتاب، يقول لك انت كانك خدت كده زي السي دي على الكتاب، قطعت بقى هو ده بس اللي بتشوف في الفيلم. دايما الكتاب او الحاجه المكتوبه بيكون فيها تفاصيل اكتر بكتير جدا. اخر حاجه خالص اللي هي الكنستاتيك، اللي هي الحركي. الحركه دي بقى اللي هو الاداء، خلينا نقول اداء مسرحي. انا همثل لك الموضوع اصلا، زي ما انت تروح مسرحيه مثلا بدون كلام خالص. يبقى كل اللي بيعمل اداء حركي بيطلع فيه كل التعابير الممكنه عشان يقدر يوصل لك المعلومه اللي انت عايز توصل لها. طبعا ده بيحصل في ان انت مثلا زي الورك شوبس، زي تريننج بتتعمل على حاجه معينه، ناس بتشتغل بايديها يعني. طيب هل لازم يكون عندك ستايل واحد من الاربعه؟ لا، ما انت ممكن تشتغل بالاربعه. ما هو الاداء المسرحي ده هيستخدم صوته، هيستخدم فيجوال مؤثرات موجوده، وهيستخدم جسمه كله في الحركه يعني. عشان كده انت لازم تعرف الاول انت ايه هي الليرنينج ستايل اللي انت بتحبها، ايه اللي انت بتميل ليه. ممكن في كذا حاجه، مثلا واحد في الدراسه يقول لك انا بحب اقرا، واحد مثلا لا، بالنسبه للمعلومات التانيه لا، بيحب يتفرج على فيديوهات احسن. عشان تقدر تعرف انت ايه هو الليرنينج ستايل بتاعك، خش على النت، اكتب الفارك ليرنينج كويستشنير، هيطلع لك مجموعه من الاسئله كده 10 15 سؤال هتجاوب عليهم، وهو يبتدي يقيم الدرجات دي، يقول لك والله انت احسن اختيار ليك الليرنينج ستايل بتاعك ريد، انت هنا الفيجوال، انت هنا الاوديو، وهكذا. ده اول حاجه خالص عشان تعرف تتعلم ازاي. طب اللي بعد كده بقى، هتتعلم ليه؟ لازم تبقى عارف انت عايز تتعلم ليه. وهنا يجي موديل تاني، الموديل ده بتوع اخواننا بتوع اتش ار بيعرفوه، اللي هو الكي اس اي، مش السعوديه. ده عباره عن نوليدج، سكيلز، واتيتيود. اول حاجه خالص النوليدج، انت بتتعلم ليه؟ عشان تجين النوليدج، عندك معرفه، عايز تاخد معرفه. ونيجي هنا نقطه مهمه، انت لو عايز تاخد معرفه في حاجه، ده معناه انت عايز تعرف عنها معلومه، المعلومه دي تكون واضحه، معلومه شامله، معلومه مش عميقه قوي، يا دوبك بس تعرف الهاي ليفل او الهاي لاين بتاعها عباره عن ايه عشان تقدر تكمل من وراها. عجبتك ولقيتها ان هي في الفيلد بتاعك، كمل وراها. ما عجبتكش، اكيد عرفت ان هي هتفيدك في مرحله ما وانت بتتكلم مع حد. زي كده ما بتتكلم مع ولادك بيتعلموا الماني وانت اصلا كنت بتدرس فرنساوي في المدرسه، هم عرفت منهم كام كلمه، دي نوليدج، خلاص اوكي خليهم معاك. اللي بعده بقى السكيلز، السكيلز اللي عند حضرتك. يعني تخيل واحد مثلا رايح يتعلم كوتشنج، وهو اصلا ما بيحبش يتكلم مع الناس، ولا بيحب يسمع، ولا بيحب يكتب، ولا، طب ما انت كده في مشكله. يعني الحاجه اللي انت عندك لازم تكون مطابقه مع السكيلز اللي عندك. فانت السكيلز الثانيه دي نقطه مهمه. انت عايز تتعلم حاجه هتفيد السكيلز بتاعك، حاجه سكيلز موجوده ولا لا. السكيلز تقسم حاجتين، التكنيكال والنون تكنيكال. زي بالظبط انت تركب حاجه وتعملها، دي تكنيكال سكيلز موجوده. نون تكنيكال زي واحد بيشتغل على الكوميونيكيشن سكيلز بتاعته، بيشتغل على الليدرشيب بتاعته، بيشتغل على التايم مانجمنت، بيشتغل الحاجات اللي هي الايه، النون سكيل. الاتيتيود ده بقى اللي هو حضرتك توتالي، البيهيفير بتاعك. هل انت عندك كوميتمنت عشان اصلا تقعد وتعمل الحاجه دي وتشتغل عليها؟ هل انت سيلف موتيفيتد، تعرف تحفز نفسك؟ التاسكايه او التريننج ده هياخد سنه، طب انا هقدر اقعد السنه الكامله دي
مركز من غير ما يحصل لي اي نوع من انواع التشتت. طب انا هقدر اطبق الكلام ده في شغلي؟ في نقطه مهمه جدا بقى، ما تتخدعش بالاتشيفمنتس الفيك اللي بتبقى موجوده على اي مواقع او اي تواصل. تجربتك مش شرط تكون مطابقه لتجربه زميلك، ومش شرط تكون تجربه مطابقه لتجربه مديرك، لان هو دلوقتي عنده مثلا 40 45 سنه، حضرتك لسه عندك 25 30 سنه، في فرق 10 سنين ما بينكم انتوا الاثنين، فبالطبيعي تجربته مش زي بتاعتك. عشان كده الليرنينج ستايل والليرنينج كيرف بتاعه مش شرط يكون زي بتاعك بالظبط. طيب اهم نقطه بقى الشهاده. الشهاده دي انت تقدر تحصل عليها لو حاجه فعلا محتاجه الشهاده بتاعتها. اليومين دول احنا في غلا موجود، والغلا ده واصل لحد الكورسات والحاجات اللي هي اللي بنتعلمها. لو انت عايز تاخد النولج والسكيلز والاتيتيود بتاعك وتكمل الدنيا تمام، السيرتيفيكيشن دي بتثبت الحاجات دي ان انت خدتها عشان تقدر تشتغل في مكان تقيل، عشان تقدر تشتغل في جهه معينه، عشان تقدر تقدم لحاجه معينه. لكن عمرك ما هتخسر الشهاده بتاعتك دي، عمرك ما هتستفيد بيها حاجه خالص لو انت خدتها موجود. زي مثلا واحد يقول لك انا خدت البي ام بي، انا موافق، الف الف مبروك. طب هتستفيد بيها في شغلك؟ اصل هي هتغلى كمان شويه، تمام، لكن هل انت بتطبقها؟ لا، ما بتطبقهاش. الحاجه اللي تعرف تطبقها تشتغل عليها، او خدها نولج وسكيلز والاتيتيود بتاعك. بس السيرتيفيكيشن لما توصل للمرحله دي نصيحه يعني، عشان في ظل الظروف اللي احنا فيها ما تبقاش بتحمل نفسك فوق طاقتك، فاكر ان اول لما تاخد الشهاده البي ام بي مثلا، او شهاده الايزو، او شهاده السي ام كيو مثلا، تلاقي على طول الشركات هتجري ورايا. لا، انت لازم يكون عندك الحته الثانيه بقى، آلية التطبيق الحاجه دي. بالنسبه للناس بتوع الاتش ار اللي موجودين في الشركات وهكذا، اليومين دول هم عندهم حاجه اسمها التي ان اي، تريننج نيد اناليسيس، يعرف هو كان فين السنه اللي فاتت وعايز يوصل فين السنه دي، فيبريدج الجاب دي او يقرب الفجوه ما بين السنه اللي فاتت والسنه دي عن طريق التريننج. يا رب الحاجات اللي انا بقولها دي يكون حد استفاد منها، علشان اسئله كتير جدا الناس متشتته فيها. حاول على قد ما تقدر تقرا اكتر، تشوف اكتر، تتفرج اكتر، بعد كده قرر. الكورسات الاونلاين بقت كتير، والفري بقت كتير كمان، في حاجات كتير قوي موجوده ممكن تستفيد بيها. مش عشان هي مش في الفيلد بتاعك تبقى مش مفيده، لان هي فعلا في الوقت الحالي ما بقاش في حاجه اسمها الفيلد بتاعك والفيلد اللي مش بتاعك. زي كده الديجيتال، الناس الديفلوبرز والاي تي داخلين في كل حاجه دلوقتي، لازم يخشوا، ده اوانهم. فعشان كده لو انت بقى فاهم في الكواليتي كويس، بس فاهم كمان في الديفلوبر والاي تي كويس، وتقدر تلينك الاثنين مع بعض، انت بقى عندك حته مش عند حد خالص. ان شاء الله ميعادنا المره الجايه مع كبسوله جديده من كبسولات الجوده. عامل شير، حاول الفيديو ده بالذات يوصل لاكبر قدر من الناس، وان شاء الله يكون علم ينتفع بيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.